حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس الضاحكة، بطاطس جميلة ومقرمشة وسهلة وسريعة، واولادنا كمان هيحبوها قوي ومش هيبطلوا يطلبوها منك. ممكن ياكلوها كمان كسناكس كده بين الوجبات او في الفطار، خفيفة ولذيذة. ممكن كمان تحطي جنبها كاتشب او اي صوص بيحبوه. معايا هنا بطاطسيتين كبار سلقتهم. عايزة تضعفي الكمية زي ما تحبي براحتك خالص. دول كانوا 2 كبار انا سلقتهم، وبسلقها شرايح علشان ما تاخدش وقت معايا. ومعايا معلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار بقسماط مطحون، وملح وفلفل، ومعلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة بابريكا، وكمون، وشوية بهارات. تمام. مقادير سهلة وبسيطة. هنجيب البطاطس ونكون سلقينها كويس جدا علشان تتهرس معانا بسهولة، وانزل عليها بالنشا. والنشا دي يا جماعة علشان القرمشة. وانزل برضو بمعلقتين البقسماط ونخلطها كويس جدا، وانزل بالتوابل كلها. يعني خلي رشة بسيطة من كل حاجة علشان البطاطس ما تغيرش طعمها. واخلط كويس زي ما انت شايفة كده. افضل اخلط فيها. تمام كده زي ما انت شايفة. والمها كلها على بعضها لحد ما تبقى معايا كورة كده. بعد كده بالفرشة ادهنها زيت، يعني رشة زيت بسيطة كده الم بيها علشان ما تلزقش. واجيب كيس تلاجة كبير وافتحه واحط البطاطس فيه، واغطيها بباقي الكيس، وافردها عادي بالنشابة، واخلي سمكها لا تخين ولا رفيع، وسط. واجيب كوباية الحجم اللي احبه، واحطها الاول في النشا، يعني الحواف بتاعتها احطها في النشا الاول، واجي اقطع بيها الدواير كده زي ما انتم شايفين. والباقي اللي هيفضل مش هنرميه، هنستعمله تاني. اجيب بقى اي حاجة عندي، وليكن شانيمو او اي عصاية خشب، اي حاجة متوفرة عندي في المطبخ، علشان اعمل بيها العيون زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما اعمل بيها العيون لازم احطها في النشا الاول علشان ما تلزقش. وهنا هجيب معلقة كبيرة واحطها برضو في النشا علشان اعمل البق. زي ما انتم شايفين كده، سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت ان شاء الله. وبعد ما اخلص الكمية هرجع لكم تاني ان شاء الله. وبعد ما خلصت كل الكمية، هي هترمي معاكي كمية كبيرة، هكون مجهزة معايا طاسة يكون فيها زيت، والزيت لازم يكون سخن. واول لما يسخن انزل بالبطاطس بتاعتي بالراحة كده زي ما انتم شايفين. واول لما تحمر بقلبها على الوش التاني بالراحة خالص. هنخلص باقي الكمية وارجع لكم تاني. خلصنا الكمية كلها وطلعناها في مصفى
علشان لو طلعناها على مناديل مطبخ بتطرى معانا اهي تحفة ومقرمشة. وبحط معاها كاتشب علشان لو حابين يغمسوها في الكاتشب. سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص، ومكوناتها موجودة في البيت عندنا كلنا. وبالهنا والشفا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك القمر بتاعكم علشان بيرفع الفيديو والكل يستفاد. ولو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. مع السلامة.